صفا جدد حياتك. فصل الخطاب خذوا من الشبكة، اطلب فصل الخطاب في إثبات كتاب رب الأرباب، تحريف كتاب رب الأرباب لتجد أنه يعد أن هذا مذهب الروافض، وأن الذين يقولون بعدم التحريف من العلماء إنما قالوا هذا تقية من أجل أهل السنة. ماذا تريد؟ والله لا، لست رافضيا ولست من مذهب 12، لكن أنت من مذهب جعفر الصادق على صدق فيما ثبت عنه. أما مسألة القضاء هذا ليست حجة، نحن حجتنا وأمرهم شورى بينهم، وأجمع المسلمون على ذلك، وأولهم ومنهم، طيب بلاش أولهم، وأنه علي، والدليل أن عليا كان يصلي وراء أبي بكر، وحجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الخميس اللي هي قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، وبعد حديث غدير قم، النبي صلى الله عليه وسلم هل أمر علي بأن يؤم بالمسلمين في الصلاة أم أمر أبا بكر أن يؤم بالناس؟ أليس عندنا عقل يفكر؟ كمال من سوريا، ثم السوريين هذول، ثم عدنان من العراق، ثم عدنان من القاهرة، ثم تعقب عدنان من قناة صفا. كمال من سوريا، السلام عليكم. شيخ عدنان كيفك؟ بخير الله يسلمك. الله يخليك يا شيخ عدنان. شيخ عدنان أنا من سوريا، من الطائفة العلوية. نعم، أهلا وسهلا ومرحبا. شيخ عدنان، أنت اليوم قلت الطائفة العلوية والشعب العلوي في سوريا. أنا قبل كل شيء أقسم بالله العظيم وأقسم بالله العظيم وأقسم بالله العظيم بأننا لا نلعن الصحابة كما قلت في بداية الحلقة. هي في البداية أقسم بالله العظيم، من رمضان تابعت وشفت حلقاتك كلها وأنت بتقول انه الروافض الطائفه العلويه الشيعه ان بيلعنوا الصحابه. فقصدت 3 شيوخ من مشايخنا حتى اسالهم عن هذه النقطه بالذات، وسالت 3 شيوخ ويشهد الله وحياة كتاب الله ل3 قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم حرم لعن الدابه، فكيف تلعن رجل وما هذا الرجل انه من صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام. هي النقطه الاولى. قلت لك أقسم بالله العظيم 3 مرات بأننا لا نلعن الصحابة، بل نلعن من يلعن الصحابة. تفضل يا كمال. ماذا أيضا؟ شيخ عرعور، النقطة الثانية شيخ عرعور، تحب عفوا يا أخ كمال، تحب أجيبك مباشرة ولا بعدين؟ مشان ما أطيل عليك. نستمع إليه مرة واحدة ثم نعقب لأن الوقت. طيب شيخ عرعور، أنا اللي بقصده أنه الحمد لله نحن ببلد، وأنت بتوقع أنك قلت من الشام. إيه نعم. على عيني يا شيخ عرعور، نحن مثل ما أنت شايف بالبلد يشهد الله ولا في أي خلافات بين أي طائفة والثانية، الحمد لله رب العالمين، وبنحب السنة، وفي من عندنا شباب متزوجين بنات سنة، وفي من عندنا بنات آخذين شباب، يعني ما في أي خلاف بيننا وبينكم نهائيا. ولكن بسمع كلامك أحيانا بتقول الطائفة العلوي في سوريا والشيعة كذا والشيعة كذا. يشهد الله لا بنسب. خلاص عرفتم. النقطة الثانية أخ كمال، النقطة الثانية. شيخ عرعور، في نقطة هي للتوضيح، يعني أنا بس إنه حابب أتوضح منك عن أمر موضوع بخص الشيعة. طبعا شيخ عرعور، الحسين حبيبنا كما النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ عرعور، انت احيانا بتلوم الشيعة انهم بيبكوا او بالنسبة لمقتل الحسين. شيخ عرعور، حابب انا اتأكد منك، يعني قال الامام علي كرم الله وجهه شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تأذنا بذهاب لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. طب هم يعني انه الحسين حبيبنا والامام علي كرم الله وجهه قال شيئان لو بكت العيون عليه الدماء لو بكت. نعم يا اخي، يعني ماذا تريد ان تقولها هنا؟ يعني هل ترى ان التطبير مع قول الامام يتسق مع قول الامام علي رضي الله عنه؟ انا عم اسال الشيخ، يعني حابب اتاكد من هاي الكلمه، انه الامام علي كرم الله وجهه قال اذا العيون بتبكي دم ما بتوفي فرقة الأحباب، والحسين حبيبنا كما النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا. طيب الجواب، أولا أنا قلت اليوم لم أقل ولا في حلقة واحدة أن العلويين يلعنون أبا بكر وعمر إطلاقا، لم أقل وأنا أعني ذلك،
وأنا لم أسمع علويا يلعن أبا بكر وعمر، ولم أقرأ هذا في كتاب لهم قط. انتبه. الحمد لله. اثنين، اصبر علي. نعم. اثنين، أنا قلت اليوم لصاحبك، ما أدري الثاني أو الأول نسيت اسمه، أنسى، أما حيدر وما اللي الأخ اللي جاء بعده. نعم. قلت له العلويون في سوريا والزيديون في العراق في لبنان والمتاولة في لبنان والزيديون في اليمن لا يؤمنون بعدد أئمتهم. يعني اللي اتفق عليه الاثنى عشر روافض او الروافض اللي بيعدوا هذول الائمه، هذا غير متفق عليه. الزيديون يخالفونهم الى غير ذلك، الكيسانيه وغير ذلك. فقلت له ما نحن كمان نخالفكم، فلما نحن سواء. انا اريد ان اعطيك النص تتثبت منه في تكفير موقفهم. اسمع ماذا يقولون عنكم في كتاب، في عندك في رجال الشيعة الحسن النبختي في كتابه فرق الشيعة تحقيق محمد صادق البحر العلوم. وقد شذت فرقة أنا ما قلت إلا أنت سألتني. نعم. من القائلين بإمامة آل علي بن محمد لأنكم تخالفونهم في تعداد الأئمة. نعم. فقالت إلى آخره، يقال له محمد ابن نصير النميري، وكان يدعي الله أعلم هذا كذب منهم أنه نبي بعثه أبو الحسن العسكري عليه السلام الإمام الحادي عشر، وكان يقول إلى غير ذلك ويقول ولمعرفة علماء الشيعة في طائفة، أنا أقرأ حرفيا، في طائفة النصيرية عفوا وأنا تجاوز سطر، ويزعم ذلك له وأن الله عز وجل فقال نقل إجماع علماء الشيعة على هذه الطائفة، وفيه نص براءة الحسن العسكري من محمد ابن نصير وتحذير إلى غير ذلك من التكفير. هذه واحد. لكن أنا ألزمته إن هذه الطوائف السنة النصيرية العلوية الزيدية، هذه الطوائف تخالفكم في التعداد. لماذا تكفروننا؟ ما نؤمن نحن إلا ولاية علي والأئمة هؤلاء العدوم، لكن لا نؤمن أنهم معصومون كالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعتذر لك كثيرا، يعني الحلقة كانت دسمة لذلك انتهى الوقت دون أن نشعر، فأنا يعني أستمح إخواني عذرا في دقيقة واحدة تختم فيها بفكرة، ثم نختتم هذه الحلقة على أن نعاود بإذن الله تعالى. أولا دي جوابنا على الجواب الثاني في الحسين، ليس عندنا ما نمنعهم من البكاء، يبكون وشأنهم، لكن لماذا لا يبكون على علي وهو أفضل منه؟ لماذا أيها المكرم كمال؟ تعال معي أنت، أنا أعرف السوريين مشهورين في العالم أهل الشام بالذكاء والفطنة، تعال أنا وأنت وحيدر. لماذا لاحظ يحتفلون بمقتل عمر؟ لماذا يطعنون بصلاح الدين الأيوبي؟ ليه؟ ما تركوا واحد من الأمة. سمعت أنت طعنوا بالعشرة، كيف نرضى بمثل هذا؟ طعن بصلاح الدين الأيوبي، طعن 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 طعن، ثم لكننا نقف في وجوههم في قضية التحريض. تحريض. ما معنى هذا الدم؟ وأنا عندي الآن، بس الآن وقت ما عاد يسمح لي، عندي نص تحريض، سنقتل، سنفعل من ثأرا للحسين، مني ومنك ومن غيرنا. والله وددت أن أستمر في إجابتك. بارك الله فيك شيخي، بارك الله فيكم. يعني أنا كنت أتمنى أنا أيضا أن أستمر، لأن دامت يعني المصلحة تتحقق وما دام الخير يعم إخواننا بإذن الله تعالى. في مسألة آية الرجم، تلك الآية المنسوخة تلاوة الباقية حكما، بإذن الله تعالى نعود إليها، وما ورد في الدر المنثور عند السيوطي، علنا نجيب على أخينا مع بداية حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكر الله لك شيخي، بارك الله فيك، لا حرمنا الله منك،
وندعو الله أن يبارك في عمرك وفي ولدك وفي علمك، اللهم آمين. أحسن شيء سواء قال المخرجين، أنا بقول المخرجين لأن السنة المخرجين نعم. انزعجوا ولا ما انزعجوا؟ أحسن شيء لهم حققنا نعم. هو تراجعك عن اللي سميته أنت إحباط نعم. وأن هؤلاء أخ كمال والأخ الثاني نعم. اللي ذكروا كذلك ذكر أهل السنة قال لا نفرق بين أحد نعم. منهم، لا نفرق نعم. بارك الله فيك شيخي. يعني أشكر كل إخواني وأشكر كل من يتواصل معنا وكل من يشد على أيدينا وكل من يدعمنا ويدفعنا للاستمرار في هذه الدعوة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من القلب إلى القلب